قدس الآن واحد آمين. يا رب نشكرك يا رب من أجل وقت جديد يا رب وفرصة جديدة بنيجي نتعلم فيها. تعالى يا رب وسمعنا كلمتك، تعالى يا رب وكون في وسطنا يا رب، نفرح بيك يا رب ونفرح بالكلمة وتعمل فينا يا رب. ليك كل مجد وكرامة من الآن والأبد. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض دراستنا في إنجيل لوقا. كنا الأسبوع اللي فات ابتدينا الإصحاح الثالث، والنهارده هنبدأ من الآية 21 أو ممكن نقرأ كمان من 20. بيقول: ثم اجتمع أيضا جمع حتى لم يقدروا أن ولا على أكل الخبز، ولما سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا أنه مختل. وأما الكتبة الذين نزلوا من أورشليم فقالوا أن معه بعلزبول وأنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. فدعاهم وقال لهم بأمثال كيف يقدر الشيطان أن يخرج شيطانا، وإن انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت، وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت، وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت بل يكون له انقضاء. لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، حينئذ ينهب بيته. الحق أقول لكم أن جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجديف التي يجدفونه، ولكن من جدف على روح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة، لأنهم قالوا أن معه روح لا. والمجد لله دائما أبدا. واحنا بنكمل دراستنا في الإصحاح الثالث. كنا المرة اللي فاتت وقفنا قدام مشهد السيد المسيح بيختار تلاميذه، وزي ما قلنا ان انجيل مرقس مختصر جدا، لكن لما كنا بندرس في لوقا كان قدامنا مشهدين تانيين. ان المسيح في الليله اللي قبل ما يصعد فيها للجبل ده ويدعى الذين ارادهم ويختار التلاميذ واسماء التلاميذ، نقرا في لوقا 6 ان هو قضى الليل كله في الصلاه. وقلنا ان انجيل لوقا كان بيقدم المسيح ابن الانسان، وكان بيظهر ان المسيح في كل الاوقات بيصلي. وقلنا ان الصلاه ديت او كانت بتاعت لوقا 6 اللي المسيح كان بيقضي الصلاه كل الليل في الجبل ده، وكانه بيصلي من اجل ميلاد الكنيسه الجديده الممثله في ال 12 رسل دول، ال 12 تلميذ اللي بعد كده هيفتنوا المسكونه كلها بتعليمهم. لكن طبعا متى مرقس هنا ما تعرضش لاي حاجه من ده. في متى هنلاقي ان هو خدها بشكل تاني. بعد ما اختار ال 12 تلميذ دول ابتدى السيد المسيح عمل الموعظه الشهيره بتاعته على الجبل، وخدت في انجيل متى 3 اصحاحات، 5 و6 و7. انجيل مطول يعني مسجل الحديث كله تقريبا اللي المسيح وعظ بيه، وديت من اطول العظات اللي السيد المسيح قعد يعني يتكلم وقت طويل، وسجلها القديس متى. لكن هنا ابتدى يعني يختصر خالص، وبعد كده قال لك ان هم بعد ما اختار التلاميذ بتوعه ما ذكرش طبعا زي ما قلنا الموعظه على الجبل، لكن قال ثم اتوا الى بيتا. واتكلمنا المره اللي فاتت ان مرقس كان من العبارات اللي بيرددها كتير زي للوقت وحاجات كتيره، كلمات عمال بيستخدمها هيها. نلاقي النهارده من الحاجات اللي هو مستخدمها ان بيتا كل شويه يتكلم عن السيد المسيح ان هو دخل بيتا. طب بيت مين ده؟ طب ليه ما بيقولش البيت وبيعرفه بالالف واللام علشان نبقى عارفين ان البيت ده بتاع حد معين؟
قال لك لأ. وكأني قلنا المرة اللي فاتت إن كلمة بيت ديّة المسيح مشتاق يبقى في بيت كل واحد مننا، في بيتي وفي بيتك وفي بيته في كل بيت. عشان كده بيسيبها مفتوحة هنا، ثم أتى إلى بيتًا. لكن نعرف إن هو لمّا بييجي يقول أتى إلى بيتًا، أكيد السيد المسيح بيرتاح للبيت ده، أكيد السيد المسيح مبسوط إن هو يكون في البيت ده، وأكيد الناس ديّة مبسوطة برضه إن المسيح يكون عندهم. فكأني الموضوع آآ يعني حاجة ما بين الطرفين، السيد المسيح مبسوط وهُم مبسوطين لوجود السيد المسيح في بيتهم. لكن بعد كده نلاقيه بيقول لنا إيه، إن هو وهُم مجتمعين فاجتمعوا أيضًا جمع حتى لم يقدروا ولا على أكل الخبز. الآية ديّة إحنا خدناها المرّة اللي فاتت وقُلنا يعني أبسط حاجة إن الناس يعني ياكل الخبز العيش. مش قادرين حتى من كتر الزحمة ومن كتر الناس إن السيد المسيح يقعد في وقت ياكل أو يعني يقعد هو وتلاميذه، لكن الجموع على طول بتزاحم السيد المسيح. إنجيل مرقس إنجيل الزحمة، على طول جموع حوالين السيد المسيح. لكن في آية 21 نلاقي بقى إن الموضوع ما مشيش كده زي ما إحنا عايزين. يقول لك: "ولمّا سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا أنه مُختل." أقرباء السيد المسيح، وهنعرف إن أقرباؤه دُولة بعد شوية تحت، لإن ديّة أمه العذراء مريم وإخواته اللي هم ولاد خالة المسيح بالجسد، ودُولة نلاقيهم مذكورين في إنجيل مرقس، سوري، إنجيل متى والإصحاح 12 آية 46 يقول: "وهم يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا." يعقوب ده اللي هو أخو الرب، اللي هم قاد أول مجمع في أورشليم بعد كده، الناس ديّة ما ابتدتش يعني تقبل خدمة المسيح غير بعد القيامة كمان بتاعته. جُم وابتدوا يعنفوه، وقالوا إن هو مُختل العقل. طب هم ليه شايفين إن المسيح مُختل العقل؟ شايفينه إن هو مُختل العقل لأسباب كتيرة. واحد ساب الوظيفة بتاعته، وظيفة ممكن تكون كانت حاجة مأمِّنة له دخْل، وظيفة المفروض إن هو بي بيدخّل زي ما باقول لكم منها دخْل وحاجة يعني وظيفة. فساب الوظيفة دي بتاعته وراح ابتدى يخدم ربنا. ساعات كتير بنشوف الخُدّام بتوع ربنا والناس اللي بيسيبوا وظايفهم ويسيبوا العالم من أجل الخدمة، بنقول عليهم برضه إيه، إنهم مختلين العقل. ما بنشوفش اللي هم بيعملوه ده إن هم بيخدموا ربنا. لكن يعني في حد يسيب الوظيفة بتاعته ويسيب الشغل ويروح بس يخدم ربنا؟ آآ في نفس الوقت شافوه برضه إن هو مختل العقل، لإن آآ في طائفتين اللي هم الهيروديسيين، اللي قُلنا إن هم يعني جماعة سياسية، والفريسيين ابتدوا يبقوا في مشكلة مع السيد المسيح. ابتدى يبقى في صدام ما بينهم وما بين السيد المسيح. فهو حتى في خدمته مش يعني مش بيرضي الطوايف ديّة. وده بعد كده هيوقّعوا إن هم ابتدوا يتفقوا عليه زي ما قرينا في الأول الإصحاح التالت إنهم هيقتلوه. يمكن شافوا المسيح إن هو مُختل العقل، من ابتدى يبقى مشهور، وابتدى النجم بتاعه يرتفع، وابتدت الناس تسمع في كل القرى المحيطة على الأعمال اللي هو بيعملها، وابتدت الناس تيجي تتجمّع وتتلَم وتشوف المسيح ومعجزاته. فده يمكن قلق أقربائه. آآ يمكن شايفين إن هو مُختل العقل المجموعة اللي حواليه من التلاميذ، والاختيار كان عجيب أوي. السيد المسيح اختار تلاميذ من بسطاء الناس، ناس صيادين، ناس ما لهمش
يعني أي مكانة اجتماعية، لا هم أغنياء ولا هم عندهم الوظيفة اللي تخليهم مرموقين في وسط المجتمع ده. لكن ناس، انتوا عارفين ان الصيادين دول بيبقوا شغالين باليوميه باليوم، يطلع يصطاد شويه حاجه رزقه جاله يروح يبيعهم وشغال يوم بيومه. فكان المنظر غريب قوي ان السيد المسيح اختار دولت يبقوا التلاميذ بتوعه. طب ليه ما اختارش ناس مثلا من الطبقه الدينيه؟ ما اختارش ناس مثلا اغنياء؟ يمكن كان يعني بنظره العالم كان موفق ان هو اختار متى. متى ده عشار وغني ورئيس كده فحلو يبقى مع السيد المسيح كنفوذ، لكن من الناحيه الثانيه برضه هو مرفوض من الناحيه الدينيه. فال 12 بتوع السيد المسيح كلهم قدام الناس وقدام المجتمع عليهم علامات استفهام. هم دولت اللي انت هتعمل بيهم الخدمه؟ يمكن شافوه ان هو مختل العقل في حكايه القوه والسلطان وعمال بيخدم. واحنا بدانا الكلام ان هو ما عندوش حتى وقت ان هو يقدر على اكل الخبز حتى، مدي كل وقته للخدمه. فجم الاقرباء بتوعه وقالوا له انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مختل العقل، مجنون. وساعات كتير على فكره العالم بيبص لنا ان احنا مجانين لما حد يبتدي يخدم او يكون بيدي وقت اكتر للكنيسه وللخدمه ولربنا، الاجتماعات لقرايه الكتاب المقدس للصلاه. الناس يقولوا له ايه؟ انت مختل العقل. فما تزعلش لاني اتقالت للمسيح اهو في الاول. لكن ابتدى ده موقف الاقرباء بتاعه ان هو مختل العقل. لكن يقول لك ايه؟ احنا في مرقس 3 وايه 22: واما الكتبه الذين نزلوا من اورشليم فقالوا ان معه بعلزبول وانه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. نلاقي في انجيل لوقا قالوا ان هو معاه شيطان، لكن هنا دولت جايين يقولوا ان هو ده رئيس الشياطين بيخرج الشياطين. وده يوقع السيد المسيح في مشكله كبيره قوي، لان في لويين 20:27 مكتوب كده: لأنه مكتوب إذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابع فإنه يقتل بالحجارة ويرجموه ودموا عليه. يعني لو في حد ظهر من الشعب بتاع إسرائيل وعليه شيطان أو عليه روح عراف أو جان أو بيتنبأ باستخدام الشياطين، فالمفروض ان الجماعه ترجمه ودموا عليه هو. هم ما فيش حد يعني هو اللي عمل كده في نفسه من الاخر. فهم عايزين بذكاء يوقعوا السيد المسيح في المشكله دي، ان هو يترجم. وديت مش اول مره يحاولوا يرجموا السيد المسيح. مره برضو جم وقعدوا يتكلموا معاه وبعدين يقول لك اخذوا حجاره ليرجموه. لكن طبعا احنا قلنا ان السيد المسيح والنبوات كلها بتاعت العهد القديم قالت ان السيد المسيح ما ينفعش يترجم، ما ينفعش يتكسر منه عظم. الخروف اللي هو اللي بيتقدم الذبيحه دي لازم يكون سليم وما يتكسرش فيه عظمه. لكن هم لما نرجع كمان لحكايه الرجم دي، فاكرين واحنا بندرس في لقا اتكلمنا عن الموضوع ده. هم الرجم ده ان هم بيموتوا واحد عن بعيد لان هم شايفين ان هو نجس ومش المفروض يلمسوه. عارفين زي المرأة كده اللي مسكوها في يوحنا 8، المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. فعايزين يعملوا إيه؟ إحنا رجال الدين الناس المقدسين دولت ما نلمس واحدة زي دي. فنعمل إيه؟ فنرجمها من بعيد، كل واحد يرميها بحجر. استفانوس لما لقوا إن هو جدف عملوا إيه؟ رجموه عن بعد. فهم عايزين يوقعوا السيد المسيح في هنا، فقال لك إيه؟ إن هو برئيس الشياطين بيخرج الشياطين. في آية 23: فدعاهم وقال لهم بالأمثال كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطان. وديت النهارده اتكلمنا برضو المرة اللي فاتت إزاي بنحاور الناس اللي ضدنا في الكلام، الناس اللي بتختلف معانا
والناس اللي هنا بتشتمنا كمان. انا لما حد يشتمني برد عليه اشتمه، ما اعرفش حد قال لي ايه ارد عليه. السيد المسيح هنا ناس قالوا له انت مختل العقل، انت مجنون، وناس قالوا له انت رئيس الشياطين. بعلزبول ده اللي هو الذباب ده، بعلزبول ده اللي هو الذباب، فده يعني اله النجاسه. فبيقولوا له انت بتاع الذباب وبتاع النجاسه يعني حاجه مش كويسه. المفروض السيد المسيح يقول لهم انا شيطان يا اولاد بقى، او يقول لهم حتى انتوا اللي شياطين. لكن السيد المسيح ما ردش عليهم خالص. ونلاقي ونتعلم دلوقتي ازاي لما حد يشتمني او يختلف معايا، لان انا بقدم صوره المسيح، انا صوره الله المقروءه والبينه قدام الناس. النخله لما الناس بتحدفها بحجره بترد عليها بايه؟ ما بتقعش عليها وتعورهم، لكن بترد توقع الثمار بتاعتها. كأني ده منظر المسيح. ساعات على فكره الناس بيخبطونا بحجاره وبيبقوا متوقعين انهم يشوفوا فينا صوره المسيح. لكن ساعات يعني الذات بتاعي وكبريائي ما يسمحليش ان انا يعني حد شتمني ما اردش عليه. لا، انا يعني هرد وهعرفه مركزه وهرد، والعين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. ومش دي ايات برضو في الكتاب المقدس؟ يعني ايات دي ولا مش ايات؟ ونلاقي الناس بقى ويقول لك المسيح لما كان في المحاكمه وجه الخادم ولطم وقال له لماذا لطمتني؟ كنت قلت رضي فاشهد على الراضي. دي ايات في الكتاب، لكن كل حاجه وليها الاستخدام بتاعها. لكن ساعات احنا بنتويست الحاجه. السيد المسيح هنا عمل معاهم ايه؟ دعاهم، قال لهم تعالوا. ما خدش موقف وسابهم ومشي، ما شتمهمش، لكن دعاهم وقال لهم بالامثال كيف يقدر الشيطان ان يخرج شيطان. لو انا زي ما انتم بتقولوا شيطان، ازاي اخرج شيطان تاني؟ ان انقسمت مملكه على ذاتها لا تقدر تلك المملكه ان تثبت. مفيش مملكه ينفع تنقسم على ذاتها. الانقسام ده، لو الكنيسة فيها انقسام الكنيسة تقع. لو بيت فيه انقسام البيت ما يكملش. لو خدمة فيها انقسام ما بتكملش. لو كل واحد برأيه، لو كل واحد عايز يقول لك أنا اللي صح، وتبتدي الانقسامات دي، أي خدمة تلاقي فيها انقسامات ما تلاقيش فيها نجاح. حتى لو الناس اللي منقسمة ديت كل واحد منهم علامة، كل واحد منهم له رأيه وله فكره، لكن لو لو العلامه ده اللي ليه راي وليه فكر ليه مخدع وبيقف قدام ربنا، هيعرف ان احنا كلنا بنخدم حد واحد بس. فاكرين حكيت لكم قصه زمان عن بيلي جرام، اللي هو يعتبر اعظم واحد بشر وخدم في القرن العشرين. يعني قدم رساله المسيح للعالم كله. فبيلي جرام ده كان بيسافر من مكان لمكان، واول ما وصل لقى ان راعي اكبر كنيسه في البلد اللي هو رايحها ديت منزل في الجرايد وبيدعي على بيلي جرام ده ان ده نصاب، وان ده بيمشي من بلد لبلد بس علشان يلم اموال، وان المنظمه الاورجنايزيشن بتاعته قد ايه اغنياء، وان الناس ديت يعني حراميه وعمال يعني. فاول ما دخل لقى يعني حمله ضده غير عاديه، وسمع الكلام. كلام وصل. طب هيروح يخدم ازاي؟ وهيروح يقدم للناس ازاي المسيح؟ فابتدى قبل ما يروح للكلمه بتاعته يصلي. وبعدين ابتدى يعاتب ربنا وقال ربنا انا واخد على خاطري، يعني انا جاي من امريكا المسافه دي كلها وجاي هنا، وبدل ما اجي الاقي يعني الناس والقلوب والنفوس مستعده انها تسمع الكلمه، اجي الاقي يعني الميديا والدنيا مقلوبه والجرايد مقلوبه عليا بالمنظر ده، والراجل ده يعني هو ما يعرفنيش وازاي بيقول عليا كده. وبعدين ابتدى يهدى كده قدام ربنا، وابتدى يحس زي صوت بيكلمه.
وقال له: هو مين العدو بتاعك؟ الراجل ده عدوك؟ فبيلي جرام قعد يفكر كده وقال له: لا، ده مش عدوي. قال له: امال مين العدو بتاعك؟ فقال له: الشيطان. قال له: طب انت يعني ما تزعلش من اجل هذا الرجل، انت المفروض تصلي له وازعل قوي من الشيطان، وانزل اوعظ ويجيب نفوس النهارده ليا، علشان يعني انت بتحارب. احنا ما عندناش اعداء بشر، لكن الشيطان هو العدو بتاعنا. فابتدى بيلي جرام فعلا ياخد خط تاني، ان هو بدل ما عمال زعلان من الراجل ده، ان هو فعلا يصلي من الشيطان اللي بيملك على قلوب وعلى نفوس في المنطقه دي انها تتفك من الشيطان ده. ونزل يوعظ، وكانت المفاجاه ان هو في اخر الوعظه جاله رجل الدين ده اللي المفروض ان هو يعني رجل دين، لكن جه وقال له: انا متاسف، وابتدى يبكي وابتدى يعني يعلن اعتذاره ان هو آه، يعني كل اللي عمله ده غلط، ان هو يعني كان غيران منه مش اكتر، وبيحاول يشوه صورته. عشان كده السيد المسيح هنا عمل ايه؟ ابتدى ينادي الناس دي، دعاهم بحنية المسيح برفق المسيح، دعاهم قال لهم: تعالوا يعني نقعد ونتفاهم كده. في شيطان يقدر يخرج شيطان؟ إن قسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت، وإن قسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت. فين بعد الكورونا البيوت دلوقتي مليانة مشاكل، كانت الناس كلها بتطلع تشتغل، مفيش حد قاعد مع حد، فكان كله كويس. الأب مش عارف إيه اللي بيحصل في البيت، والأم طالعة برضه بتجري عمالة بتشتغل، والعيال كل واحد على التليفون بتاعه ولا على التابلت ولا على وات ايفر، وكل واحد في العالم بتاعه. وبعدين إذ فجأة اكتشفنا إن إحنا لازم كلنا نقعد مع بعض، وبانت الانقسامات وبانت الاختلافات في الآراء، وبانت إن صعب قوي إن إحنا كبيت أب وأم وأولاد نقعد مع بعض. في بيوت اختبرت في وقت الكورونا ده إن لازم تبتدي ترجع تفتح الكتاب المقدس، ولازم ترجع تصلي تاني، ولازم تقف قدام ربنا وترفع ايديها حتى لو مش خايفه من اللي كان مجهول ده. كلنا ما كناش عارفين الشهر الجاي هيبقى ايه، ولا الاسبوع اللي جاي هيبقى ايه، ولا اللي بعده هيبقى ايه. الناس كلها كانت في خوف ورعب. وفي ناس كل الحكايه انها عادت اوراقها، ان يعني ازاي بعد ما يخلص الوباء ده هنزل مره تانية بقى وهشتغل بقوه، واحاول اعوض الفلوس اللي انا خسرتها في الوقت ده. السيد المسيح قعد معاهم وقال لهم: لو البيت منقسم على ذاته ما يقدرش يثبت. لازم يبقى لينا فكر، والفكر ده مش فكر الزوج ولا فكر الزوجة ولا فكر معرفش اصحابنا ولا قرايبنا ولا فكر بابا ولا فكر ماما، لكن زي ما بيقول القديس بولس يكون ايه؟ لنا فكر المسيح. ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسه. طب والمسيح لما حب الكنيسه عمل لها ايه؟ بعت لها ورد وبعت لها كلام، وقعد قال لها: انا ممكن اعمل شويه معجزات؟ لا، المسيح ما عملش كده عشان الكنيسه. المسيح لما احب الكنيسه اسلم نفسه، مات علشان الكنيسه. آية 27 قال لهم: لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته ما لم يربط القوي أولا، حينئذ ينهب البيت. ومين القوي اللي دخل وعرف يسلب أرواحنا من الشيطان؟ السيد المسيح. عشان كده مش برئيس الشياطين يخرج الشياطين، مش بشيطان بيخرج شيطان، لكن ده في حد أقوى من الشيطان، ليه كل المجد السيد المسيح، عرف يخش. ورئيس هذا العالم ده اللي احنا كلنا كنا ملكه، كنا كلنا آه تبعه، كنا كلنا في ايده. فدخل القوي ده وعمل ايه؟ وراح رابط القوي ده اولا،
أولا يربط القوي ده، وده اللي عمله السيد المسيح، إن هو ربط الشيطان رئيس سلطان الهواء ده، اللي كان يعني اللي العالم ده موضوع في الشيطان، فجه وربطه وسبى سبيا واخذ عطايا، نهب ارواحنا من ايديه. هذا كاسد اللي عامل نفسه اسد كان علينا، والسيد المسيح خدنا كلنا منه. وبعدين ابتدى يقول لهم الحق الحق اقول لكم، والحق اقول لكم ان جميع الخطايا تغفر لبني البشر التجديف الذي يجدفون، ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية. الآية دي بتعمل مشاكل شوية. في ناس يقول لك إيه موضوع التجديف على الروح القدس ده، ويعني لو إحنا جدفنا على الآب أو على الابن تغفر الخطية، ولو جدفنا على الروح القدس ما تغفرش الخطية. طب إيه يعني اشمعنى الروح القدس؟ وفي ناس تقول لك الآية ديت بتتعارض مع الفكر واللاهوت بتاع العهد الجديد، دم المسيح بيغفر كل حاجة. ازاي هنا بيقول ان خطية التجديف ديت ما ينفعش تتغفر؟ علشان ما يكونش في لبس حكاية ان التجديف ده يعني ايه يجدف، يعني يرفض. حد بيجدف يعني بيرفض، والرفض ده والتجديف ده بيكون فيه عناد وفيه عصيان وفيه عدم توبة. يعني واحد بيعاند، وهنشوف الناس ديت دلوقتي ازاي بتعاند، والناس ديت عندها عصيان، هم حاسين ان هم ضد السيد المسيح ومش عايزين يتوبوا، لان عمل المسيح كان عمل واضح ان هو كل اللي بيعمله ده ليس كالكذبه والفريسيين. امال ايه؟ بيعمل بطريقه مختلفه، له سلطان. شايفين هنا اللي جم يكلموا المسيح وقالوا كتبه، احنا قعدنا كتير قبل كده قلنا ايه الفرق ما بين الفريسيين والناموسيين والكتبه والهرودوسيين دولت والجماعات دولت. بس الكتبه اللي موجودين هنا دولت قلنا ان دولت بيدرسوا الناموس، وبعدين يطلعوا، نقدر نقول عليها في مصر، عندنا في مصر مش عارف في سوريا وفي العراق وفي لبنان بتسموها ايه، لكن احنا عندنا دار الافتاء. فناس تيجوا يقول لك ايه، معانا دكتور صفوت هو ده الخادم بتاعي من استراليا، فكان تملي يقول لنا ايه رأي الدين في لبس الساعة في الايد اليمين. فيقعدوا يعملوا مباحثات ويشوفوا حلال ولا حرام الساعة تتلبس في الايد اليمين، ويطلعوا من آية موجودة أو حاجة قوانين كتيرة. زي ما طلعوا مثلا الشريعة بتاعت الأبرص، فاكرين؟ قال لك إن لو الأبرص ده ماشي وجت ريح من ناحيته تبقى نجسة. لو الأبرص ده كان ماشي وراح باصص في بيت أو دخل كده مش بجسمه، بنظره كده جوه بيت، البيت يتنجس. مع ان الشريعه والناموس ما قالتش الكلام ده خالص. فالناس الكتبه دول عمالين بيفسروا الناموس على مزاجهم. السيد المسيح ما كانش كده. امال السيد المسيح كان ايه؟ كان بيتكلم كمان له سلطان. السلطان ده اللي موجود في تكوين واحد، فقال الله ليكن نور فكان نور. ايه ده؟ بسيطه كده. النور ده يعني النجوم. انا مش بقول لك يعني شغل النور ده، انا بقول لك يعني النور ده وكواكب ونجوم ومجرات وشمس وقمر، ليكن نور كده، ليكن مياه ليكن مياه. الموضوع بسيط كده. فهو ده السلطان. فجه السيد المسيح هنا وهو بقى بيكلمهم قال لهم ايه بقى؟ حق الحق اقول لكم ان جميع الخطايا تغفر لبني البشر. في دم المسيح جميع الخطايا تغفر لبني البشر. والتجديف اللي بيجدفوه، يعني الرفض اللي بيرفضوه ده، انهم بيرفضوا المسيح وبيرفضوا العمل، ممكن ده لو رجعوا تاني كتابه يتغفر ده. ولكن من جدف على الروح فليس له مغفرة إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية. الكلام ده أكتر للناس اللي موجودين في الوقت ده، اللي هو السيد المسيح بيكلمهم. ليه؟ لأن بصوا الآية 30
تفسر لنا المعضلة ديت اللي بتلخبط الناس. يقول لأنهم قالوا أن معه روح نجس. المفروض السيد المسيح ده بيعمل بروح القوة، بالروح القدس اللي فيه، بيعمل المعجزات ديت. فهم قالوا على الروح القدس ده ان هو قالوا ان معه روح نجس، وكأن بينسبوا النجاسة للروح القدس. كانت الارواح ديت السيد المسيح في العهد الجديد اللي ابتدى يسميها. هتقول لي من العهد القديم كان فيه روح غي وروح ضلال، لكن هو السيد المسيح يعني نلاقي في كل الكتاب المقدس 10 تسميات اتكلمنا عنهم لو تفتكروا قبل كده للارواح ديت. السيد المسيح لما كان بيطلع الشيطان في اصحاح الثاني قال ومعه اللي هو الشيطان ده كان روح نجس. فهم وقتني بيردها له باك، بيقولوا لان قالوا ان معه روح نجس. فديت ببساطه ان حتى لو الناس بتجدف على الاب او على الابن او على الروح القدس هيغفر لهم، لكن الناس اللي في الوقت ده اللي هم الكتبه والفريسيين اللي جدفوا على الروح، اللي كانوا شايفين المعجزات بعينيهم، شايفين المسيح بيعمل ده، وبدل ما يمجدوا ربنا وبدل ما يقودوا الشعب لنهضة والخلاص، عملوا ايه؟ عطلوا عمل المسيح وقالوا ايه؟ انهم قالوا ان به روح نجس. ده مش مظبوط، ده بيعمل الاعمال دي بالشياطين. كل الاعمال اللي بيعملها ديت روح نجس، انتوا شايفين كده، مع انكم كنتوا بتروحوا وتستعجبوا، مع انكم طلبتوا من المسيح اكتر من مره يعمل معجزات قدامكم، لكن جايين دلوقتي بيقولوا ايه؟ ان معه روح نجس. عشان كده بيقول لهم ان علشان الستيتمنت اللي قالوها او الايه 30 ديت مش هتتغفر لكم. انتوا جدفتوا على الروح وانتوا شايفين ان المعجزات بتتعمل. لكن في الوقت اللي احنا فيه ده هتقولي ما في ناس ما يعني ما بتامنش. لو الناس ديت عندها عناد وعندها عصيان وما بتتوبش وهي عارفه هتتسمى تجديف، لكن ما اعتقدش ان الخطيه دي بتتعمل دلوقتي. لان في ناس بتبقى بتجدف على ربنا لاني مش عارفاه او ما اختبرتهوش او ما تلمستش مع المسيح، وده ما يعتبرش تجديف، هو ده رفض. لكن هو بيقول لهم هنا ان الخطيه بتاعتكم مش هتتغفر لانكم قلتوا ان في روح نجس. عشان كده ده يخلينا نسال نفسنا سؤال: انا ايه رايي في المسيح؟ هل انا عندي اختبار في المسيح؟ هل انا اعرف المسيح وعندي عشره معاه؟ ولا انا شايفه مختل العقل؟ ولا انا شايفه ان هو به شيطان او ده رئيس الشياطين بيخرج الشياطين؟ ولا انا شايف المسيح ان هو اللي بيلبي الطلبات بتاعتي وبيلبي الحاجات اللي انا عايزها وبس؟ ولا انا اعرف المسيح ده كأب، انا مختبر المسيح، ممكن لما اقعد اقول ان انا ربنا عمل معايا وربنا عمل معايا، ربنا وقف في الموقف ده؟ ولا انا مجرد بتعامل مع اله بعيد في السماء، ساعات بينتقم وساعات بيغضب وساعات بيعاقب، وانا ماشي علشان بس ما اتعاقبش وعلشان ما اقعش في مشكله معايا فانا ماشي وخلاص؟ انا ايه المسيح بالنسبه لي؟ لازم كل واحد مننا يبتدي يخش في عائله المسيح، وده اللي هنعرفه بعد شويه. قبل ما اخش في الجزء اللي بعد كده عايز اقرا ايه من اعمال 10، اعمال 10 و38، بتتكلم ان المسيح كان بيعمل المعجزات دي بالروح القدس. بيقول وكيف مسحه الله. ده بطرس كان واقف وبيكلم في اعمال 10، ده كان في بيت كرنيليوس اللي هو قائد المئة. فاكرين لما كنا بندرس اعمال؟ فبيقول ايه: كيف مسحه الله بالروح القدس والقوه الذي جال يصنع خير
ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. بيتكلم على السيد المسيح. خطية التجديف على الروح القدس لن تغفر أبدا، ليس لأنها خطية يصعب على الله أن يغفرها، بل لأنها تعبر عن حالة في القلب الذي لا يهتم بمغفرة الله. وكأن الحكاية مش حكاية إن ربنا مش هيشفينا أو مش هي إن هو هيقدر يعني يغفر الخطية ولا ما يغفرهاش. ده هي حالة قلب أنا من عندي إن أنا مش مهتم بالغفران. عشان كده في يوحنا 19 يقول لك إيه: ومتى جاء ذاك ده اللي هو بيتكلم عن الروح القدس كان. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. يعني الروح القدس ده لو أنا آه، قلبي مستعد إن هو يسمع الكلمة وبحاول إن أنا أكون في المسيح ويكون ليا علاقة حية بالمسيح، هيجي روح الله ده يبكتني على خطية وعلى بر وعلى دينونة. وبعدين ده في يوحنا 19:8. لكن في يوحنا 15:26 يقول لك: وأنه يشهد له. الروح القدس ده بيشهد للمسيح. في آية 31 نرجع تاني لمرقس 3 وآية 31 بيقول: فجاء حينئذ إخوته وأمه ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه، وكان الجمع جالسون حوله، فقالوا له: هوذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك. فأجاب وقال: من أمي وإخوتي؟ ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال: ها أمي وإخوتي، من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. على ما يبدو ان الناس اللي جم من شويه يقولوا على المسيح ان هو مختل العقل، اللي هو امه العذراء مريم واولاد خالته اللي احنا قلنا اسمهم من شويه، اللي هو زي ما اتذكروا في متى 12:26-50 ان هم يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا. فجم قربوا وابتدوا وقفوا خارجا وارسلوا حد وقالوا ان احنا عايزين يقربوا منه ويتكلموا مع السيد المسيح. وقالوا له: هوذا امك واخوتك خارجا يطلبون. السيد المسيح هنا ما قللش من اخواته ولا قلل من امه ولا يعني في ناس بتقول ان هو كده قلل منهم. لا، هو ما قللش ولا حاجه. لكن هو السيد المسيح ابتدى يدينا مفهوم تاني للعائله بتاعته. كانوا الناس في العهد القديم موضوع الانساب ده يفرق معاهم قوي. انا فلان من نسب فلان من نسب فلان، ده من عائله كهنوتيه، فده اللي هيبقى كاهن. زي مثلا كنا بنتكلم زكريا ابن يوحنا اللي فضل ان هو يبقى نبي على ان هو يبقى كاهن. زكريا ده كان المفروض يبقى كاهن ابن كاهن، وابوه جاي من نسل الكهنوت من سبط اللاوي ده. فالانساب دي كانت بالنسبه لهم حاجه في منتهى الاهميه. يعني لما يجي شاول الملك كده وصمويل يختاره فيقول له: إيه ازاي يعني ابقى انا ملك؟ ده انا من سبط بنيامين اصغر الاسباط، ده سبط كده صغير ومحتقر، فازاي ابقى ملك؟ واحد تاني من سبط يهوذا يبقى مبسوط، واحد من سبط هارون ولا من سبط لاوي يبقى مبسوط اكتر. فالسيد المسيح ابتدى يقول لهم: طب انا هكلمكم عن حاجه تانية، عن نسل روحي، عن عائله الله، عن عائله يسوع، انك انت تبقى في العيله دي. وازاي تبقى في العيله دي؟ مين هو امي واخواتي؟ ازاي نبقى ام المسيح او اخواته؟ طبعا مفيش حد يقدر يبقى ابو المسيح لانه ده ابن الله. لكن هو قال ان ممكن تبقى في حد امي في حد اخواتي. ثم نظر حوله الى الجالسين وقال: ها امي واخواتي. ابتدى يشاور على الناس ويقول لهم: دولت امي واخواتي. طب السؤال برضه: ازاي نبقى ام المسيح وازاي نبقى اخواته؟ ازاي نخش في العيله وفي العلاقه ديت؟
قال لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. كأني اللي يخش في عشرة ويخش في عائلة الله دي يقبل المسيح ملك على حياته. وقلنا قبل كده كذا مرة يعني إيه المسيح يبقى ملك؟ أنا أسلمه كل حاجة، أسلمه بيتي، أحط ولادي ما بين إيديه، أحط زوجي ما بين إيديه، أحط زوجتي ما بين إيديه. الحساب بتاع البنك ده مش بتاعي. نحن مؤتمنين على كل حاجة في الأرض، مفيش حاجة بنملكها. إحنا في البلاد هنا المهجر طبعًا بنقول ده بتهريج إن هو البنك هو اللي بيملك البيت لحد لمّا باسدّده، بيملك العربية لحد لمّا باسدّدها، وبعدين الناس تفضل تضحك وتقول إحنا يعني شغالين عند البنك البنك بيملك كل حاجة. لكن أنا عايز أقول لك إن مش البنك هو اللي بيملك كل حاجة، لازم المسيح هو اللي يكون بيملك كل حاجة في الحياة. وأنا أقول له يا رب أنا بس باستخدم الحاجة ديّة، أنا مؤتمن عليها، لكن خلّي بالك وخلّي بالك إن إحنا لازم نكون أمناء على الحاجات اللي المسيح حطّنا عليها. لإن هييجي ويقول نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، ادخل لفرح سيدك. كأن الأمانة ديّة ربنا هيحاسبنا عليها. ادّى واحد أكتر، واحد أقل، واحد ادّى له إمكانيات، واحد ادّى له كل ده. نحن مؤتمنين عليه وربنا هييجي يقول لك أنت عملت إيه في الأمانة اللي أنا اديتها لك. عشان كده بيقول لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. لو إحنا عايزين نبقى في عائلة المسيح ده لازم نصنع المشيئة ديّة، لازم أخش في عِشرة مع المسيح، لازم المسيح يبقى المَلِك. لو المسيح لسه ما بيملكش على الحياة، يعني المسيح ما لهوش سلطان. فين السلطان ده إن المسيح يبقى بيتكلم كمن له سلطان. طب لو المسيح ما بيملكش على حياتي، ما باسمع من هنا وأطلّع من هنا. لكن النهارده لمّا بنكون في بلد ملكية والّا بلد فيها رئيس، والرئيس الأعلى ده رئيس الجمهورية والّا الملك بيقول حاجة، كل الناس بتطيعه. أنا كمان هل أنا باطيع المسيح؟ مش باطيعه بقى خوف ولا باطيعه إن أنا يعني رئيس الدولة ده أنا لو ما عملتش كده ده ممكن يسجنني وممكن يعمل فيّا ويعمل. لكن هل أنا باحبه؟ هل أنا هو الملك على حياتي؟ عشان كده كل من يصنع مشيئة الله، اللي بيصنع مشيئة الله، اللي بيحب الله، اللي ماشي مع الله، هو ده أبي و وأختي. sorry مش أبي، أخي وأختي وأمي. لإني من شوية شُفنا إن المفروض الناس اللي هي العيلة بتاعة المسيح بالجسد ما عملتش على فكرة ده. نلاقي إن الأسماء دي كلّها ما آمنتش بالمسيح غير بعد القيامة. عشان كده في متى 10:36 السيد المسيح قال لهم إيه: "فيكون أعداء الإنسان هم أهل بيته." ساعات نقول إيه ده الآية الغريبة ديّة، هو معقولة أعداء الإنسان يكونوا أهل بيته؟ آه. السيد المسيح هنا جُم الناس وقالوا له: "أنت مختل." شايفين إن قُرب المسيح من الله ومن الخدمة ده يخلّينا نشبّهه إن هو مختل. عشان كده إحنا خلّصنا الإصحاح التالت، لكن خلّينا قبل ما نمشي كل واحد مننا يصلّي كده إن أنا يا رب هو أنا باصنع المشيئة بتاعتك والّا لأ؟ أنا في المشيئة بتاعتك يا رب والّا لأ؟ يا ريت تكون ديّة صلاتنا الليلة دي، إن كل واحد يسأل من ربنا كده ويقول له يا رب أنا عايز أبقى في المشيئة بتاعتك، عايز أسير في المشيئة بتاعتك. ما تخلّينيش يا رب ماشي بدماغي والّا ماشي كده يعني بافتخر إن أنا أعرفك، إن أنا في قرابة ما بيننا، لكن أنا من جوايا شايف إنّك أنت مختل معايا، شايف إنّك أنت اللي بتعمله ده ما يناسبش العالم وما يناسبش الدنيا.
أو أبقى مع الطائفة الدينية وشايف إن هو برئيس الشياطين يخرج الشياطين. عشان كده صلّي النهارده وقُل له: يا رب خلّيني في مشيئتك. صلّي كمان وقُل له: يا رب أنا شايفك إزاي. كل واحد كده يبُص جوّه نَفْسه ويقول لربنا: هو أنا شايفك يا رب إزاي؟ أنت إيه بالنسبة لي؟ المسيح إيه بالنسبة لك؟ أشكركم، إن شاء الله نتقابل بُكرة في الإصحاح الرابع. يوم الخميس هيكون معانا دكتور عاطف، فبُكرة هنكمّل دراسة الكتاب، ويوم الخميس دكتور عاطف. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.